ولا قوة الا بالله. بصوا شايفين قلالات الادب. انتوا ايه اللي جابكم هنا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. فيديو جديد ان شاء الله يعجبكم وينال استحسانكم الفيديو. ولا قوة الا بالله. بصوا شايفين قلالات الادب. انتوا ايه اللي جابكم هنا؟ منزلين رملة عشان هنصرمك بقى. اللهم بارك. بصوا بقى، انا مش هدخلهم، انا هاجي هنا وهم هيجوا مع نفسهم، بس هم عايزين ميه. محمد مكتر لهم امبارح اكل، حط لهم حبه صغننين كمان. بما ان احنا كده هنحط ميه اهو، هم بقى هيجوا ينقوا كل الاكل هنا. اروح اجيب لهم ميه. بص، خشوا من هنا وهسدها لكم الفتحه دي، هسدها لكم. بس اروح اجيب ميه واجي. عايزه اقول لكم ان انا اصلا جبت ذره بقى بدل الدشيش، وهو الذره افضل الصراحه. وانا كل مره ابو يوسف اقول له هات لي ذره يروح يجيب لي التشيش، اقول له هات لي ذره يقول لي جبت لك تشيش. معلش نسيت، معلش اتلخبطت. طبعا لما بيبقى جايب ساعات بيبقى جايب شكارتين، يعني 50 كيلو، فبيقعدوا عندي كميه. عبال ما يجي يجيب تاني يقول لي معلش نسيت. المره دي بقى قلت له انا عايزه ذره. روح هناك واتصل عليا، عايزه ذره. الذره طبعا احلى كتير. بيقعد في معده الطيور. الحبوب عامه، الذره والقمح والحبوب والفول كمان حلوه، وبتبقى بديل التصغيط، ما بنحتاجش نزغط، وبتلاقوا الحاجه ملطه وما شاء الله اللهم بارك، بيبان عليها الاكل والشرب. فالذره افضل كتير الف مره لو احنا عايزين حاجه تقعد في معده الطير. وكمان بصوا هم متشعطرين شويه اهو، بس احنا هنبتدي نقلل لهم في الاكل عشان خاطر ياكلوا كل الاكل اللي قدامهم، لان البط بالذات لما بيتعود ان هو بيشعطر كده ما بياكلش اللي تحته. تمام. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم ويكرمنا في البطتين اللي فاتحيننا في الدنيا بحالها. تعالوا بقى نخش جوه ونشوف اخبار الدنيا جوه ايه. طبعا دول وحشني الصراحه. الناس كانوا هنا امبارح، كنت انا امال هو ايه اللي وقع هناك ده؟ بصوا في ذره كتير هنا. الذره ده مش عارفه جاي من ايه، يعني انا اعمل ايه؟ ربنا يهديكم يا عيال، هدايه من عنده. بصوا كنت منضفه في السطح هنا كده ومكومين الحاجات، هم لموها. الله المستعان. وهم بينزلوا الرمله، كان في رمله قديمه هنا شالوها وجابوا رمله جديده، ودي برضو شكاره اهي، كانوا حاطينها كده عشان الونش، يثبتوا الونش بيها. تعالوا نقول بسم الله، نخش نشوف اخبار الدنيا جوه ايه. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. انا مش عارفه، دي طبعا بتقوم وتطفش على طول ساعه ما تشوف. مش عارفه الروميه خارجه بره على طول ليه. تعالوا بسم الله نجيب شويه الاكل دول. بسم الله الرحمن الرحيم. انتي خارجه بره ليه؟ خارجه بره ليه؟ بص دي ساعه ما بدخل بتقوم خارجه على طول، تخرج تستقبلني. احط لهم شويه اكل. تعالي انا بصوا، هي بتبقى نايمه فوق، مش عايزين نكتر عشان ياكلوا. بتبقى نايمه فوق وبعدين تيجي تدخل ما تعرفش. بص يختار. يلا شاطره. دول اللي تعبانين الصراحه ومش عاجبيني، بس يلا رزقنا هناخده. ندخل الروميه بس. شطوره. نحط لهم شويه اكل هنا. بصوا في اكل كتير مرمي على الارض. انا عامله لهم الخلطه دي فيها نسبه علف كتير، فيها كتير وفيها ذره. هحط حبه صغيرين ومش هكمل لهم الباقي. ماشي. هجيب لهم ميه بقى. تعالوا ندخل جوه. ده الرومي بتاعنا اهو، اللهم بارك. نحط لهم شويه اكل.
هما التلات بيضات زي ما هم اهو. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديك ويصلح لنا يا رب، اللهم امين. عايزين بقى ننزل بسقوة شيح، بس هجيبها لهم بقى في وجبة العصر. يبقى النهارده كده سقوة شيح، هنحط شيح للطيور، هنحط للي هنا وللي بره. تمام، الله المستعان. بس دول يعني احنا مطلوب مننا نحط لهم اكل وميه، ورزقنا هناخده. خير، ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم. هجيب لهم ميه. بصوا دول، بصوا دول يا اختي على قميله، قميله يا اخواتي، قميله. بس واحد كبير وواحد صغير. بصوا، يلا خير. عايزين نسيبهم دول، ودول برضو هسيبهم بأمر الله. تعالوا بقى اجيب لي دول ميه، ودي كمان ميه. هجيب ميه. البطه دي ما شاء الله راقده اهي خلاص، والبطه التانية هي لسه ما رقدتش، الرصاصي هي لسه بره هنا، بس هي بتبيض هنا. بس عايزه اقول لكم ان في بيض 3 بيض رومي، 4 5 6 7 8 9، في بيضة رومي مكسورة. ماشي، هي لسه ما نتفتش ريش وخلاص استعدت للرقاد، وادينا مستنيينها يعني. والرومية دي معاها اما اشوف، يا كل يوم بتبيض بيضة، وساعات يوم ويوم ممكن تكون بيضة البيضة بتاعتها بره. تصدقوا ممكن تكون بيضة هنا. لا هي مش هنا، هي بقالها يومين بتيجي بره، ممكن تكون بيضتها في اي حتة. فماشي، هما 3 بيضات، وربنا يكرم يعني وما لقاهاش بره تاني. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم ويصلح لنا حالكم. عايزين نبقى نبص بقى على الحمام، بس مش النهارده. عايزه ابص على الحمام بس مش النهارده. عايزه ابص على الحمام اللي فوق. بس عايزه اقول لكم حاجه، الذكر الرصاصي ومراته بيجهزوا تقريبا هنا، اللي هم عيالهم الكبار اللي انا لسه موريهم لكم. قلت لكم واحد كبير وواحد صغير. اما نشوف انا مش عايزه اطول هنا عشان خاطر دول بشيل همهم. ف ربنا يسترها بقى ويصلح حالنا وحالكم يا رب، وحال المسلمين كلهم. هجيب ميه هنا واجيب ميه هنا كمان. ونخرج نبص على البطوطات بره ونقفل الفيديو. بصوا انا بخش جوه مبقاش عايزه يعني اعمل قلق للحمام. كمان النهارده الفلاش مش شغال، التليفون بتاعي عايز يتشحن. فالفيديو بتاع النهارده برضو نخليه خفيف كده وظريف، وانا مش عايزه اطول عليكم والله بجد. حاسه ان كمان مفيش نسبه المشاهدات، يعني حتى نسبه المشاهده مش كتير، فالله المستعان. ولو انتوا عايزين تسالوا عن اي حاجه اكتبوا لنا تحت في الكومنتات، ولغايه كده اقول لكم اشوفكم في فيديو جديد، ومع السلامه.